ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن صحة واحسن حال. زي ما اتعودنا ان فاكهة الموسم بنخزنها في الفريزر لحد ما يجي وقت الحرمان منها وبتطلع. وبفضل الله من فواكه الموسم البلح، ولانه طبعا ليه عدة استخدامات عندنا منها العجوة زي ما انتوا شايفين، وكمان بنخزنه عشان رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. فيلا هنبتدي الفيديو بتاعنا بأول حاجة تخزين البلح بأنواعه. بس قبل ما نبتدي الفيديو تصلي على النبي كتير كده عشان تهل بركة رسول الله في الفيديو، وما تنسيش تحطي اللايك الجامد جدا بتاعي. طبعا هنبتدي بأجمد نوع من أنواع البلح، وهو اسمه البلح البرحي، وأغلى نوع كمان. طعمه حلو قوي قوي، بيتشال أخضر زي كده في الفريزر، وبيطلع مع الفريزر والتجميد. لما بيتفك بيطلع لك عامل زي ما يكون البلح استوى، يعني بيبقى طري كده للناس اللي بتحب البلح من الفريزر او تحب البلح المستوي. طبعا انا خزنته كده في اكياس زي ما انتوا شايفين، بعد ما غسلته كويس جدا جدا بميه ونقعته شويه في خل علشان ما بقاش فيه اي جراثيم ولا اي حاجه، وشيلته في الفريزر. طبعا اكياس اكياس على قد ما هتطلعي. انا عملتهم 4 اكياس. وابتديت طبعا اقفلهم كده واخرج الهواء منهم واحطهم زي ما انتوا شايفين كده. حطيتهم في الفريزر، ودول شويه قلت الولاد يتسلوا فيهم بعد طبعا ما دمروا الكرتونه من اول ما ابتديت افتحها. تعالوا بقى للنوع التاني، وده فعلا حاجة تحفة جدا لكذا استخدام. وتعالوا هنبتدي بالبلح الاسود، او البلح الحياني زي ما الناس بتسميه. هو بصراحة تحفة، بيبقى نصه كده مستوي ونصه ناشف، مش بيبقى واخد السوى الكامل. هو جاب لي الكراتين دي. اللهم بارك اللهم بارك للخزين بتاع السنة. زي ما انتوا عارفين داخل علينا رمضان، وكمان البلح الاحمر ده الموسم بتاعه، فقلنا الولاد يتسلوا كمان. اخزن منه في الفريزر. والمفاجأة العجوة اللي قلنا ان احنا ان شاء الله بأمر الله هنعملها مع بعض ان شاء الله في الفيديو ده. ده زي ما انتوا شايفين جمال البلح ولونه وشكله. احلى حاجة فيه ان هو مش محطوط له خل ولا اي حاجة زي كده، بخيره حاجة كده. اللهم بارك. انا بعشق البلحة اللي بتبقى لسه مش مستوية قوي، وكمان ما بتبقاش مهرية. وحتى لو في حاجة مهرية كده هنستخدمها في العجوة اللي هنعملها النهاردة. ابتديت طبعا اخزن البلح اللي ماسكة نفسها زي ما انتوا شايفين. ما بتبقاش سودة قوي، معنى ان هي سودة قوي دي بتبقى مستوية قوي، لكن هو بيبقى واخد قبل السواد بحاجة بسيطة، يعني بيبقى احمر ويدوب لسه على السوا، بيبقى ناشف شوية. فابتديت احطه كده في اكياس زي ما انتوا شايفين. وافصل كمان البلح الاحمر، احطه كده في طبق، لاني ده لمجرد ان هو بيبيت لتاني يوم بياخد السواد بتاع البلح اللي انا خزنته قبل ده. يعني لمجرد ان هو بيتساب في كرتونة لتاني يوم بيسود جدا، وبيبقى يعني خلاص على سوا. وده طبعا البلح المستوي اللي المفروض خلاص يعني ابتدى دخل في مرحلة السوا، وابتدت القشرة تفصل من اللحم. فباخده احطه كده في طبق افصله، وهنعمله عجوة مع بعض. ده البلح اللي زي ما انا قلت لكم اللي ماسك نفسه، هو ده اللي بحطه في الفريزر. اللهم بارك. بيدخل الفريزر يطلع زي ما هو، مفيش فيه اي فرق ما بينه وما بين البلح الطازة. ده طبعا انا بكيسه زي كده وبحطه في الفريزر لاي ضيف، او حتى داخل علينا رمضان ويطلع بقى على الفطار بيبقى طعمه زي العسل، لمجرد ان هو يفك من التلج. وده البلح اللي بيبقى فاصلة القشرة بتاعته، بيبقى فيه العسل بتاعه زيادة من جوه، وبيبقى سهل جدا ان انتي تقشريه. ما بياخدش معاكي وقت ولا مجهود، لمجرد ان انتي بتضغطي عليه ضغطة بيطلع من القشر بتاعه، علشان طبعا تبتدي تشتغلي فيه كعجوة. ممكن تعمليها وتخزنيها من السنة للسنة. كل ما تبقى الكمية معاكي اكتر اللهم بارك بتطلعي عجوة كميتها كويسة جدا بتكفيكي طول السنة. بس انا علشان خاطر الكمية زي ما انتوا شايفين خزنت اكترها لرمضان ولعزومات رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. فاضطريت ان انا العجوة بتاعتي تبقى قليلة، لان هي اصلا الكرتونة جاية اللهم بارك ماسكة نفسها، مش كلها عجوة طرية، كلها بلح اللهم بارك ماسك نفسه كده
ويعني ما يتعملش عجوة، بيبقى القشرة بتاعته ماسكة فيه لان هو اصلا ما بيبقاش مستوي قوي ومهري. بصي ده البلح بتاع العجوة لمجرد ان انتي بتضغطي عليه ضغطة بيطلع من البلحة بتاعته. وكذلك طبعا اللهم بارك، يعني البلح الاحمر ده كمان لما بتحطيه في الكرتونة لتاني يوم بتلاقيه خلاص دخل على سوا واسود. كل ما تكون البلحة طرية معاكي زي ما انت شايفة بتطلع القشرة بمنتهى السهولة. اما عن البلح الاحمر ده اللي انتوا شايفينه، انا قفلت عليه الكرتونة وتاني يوم فتحت عليه لقيته اسود زيه زي اللي في الكياس بالظبط، ولان كميته كانت كبيرة ما هياش قليلة، فكل ما افتح الكرتونة الاقي شوية اسودوا او استووا فبلمهم في كيس وبحطهم في الفريزر لحين ما الباقي يكمل سواه. عن العجوة بقى، الكمية بتاعة الكراتين اللي شفتوها 6 كراتين اللهم بارك، طلعت 3 كيلو من البلح الطري. هو كمان مش طري قوي، هو متماسك شوية، ولان طبعا الكرتونة زي ما انتوا شفتوها ما فيهاش ولا غلطة، فمن الصعب ان انتي تلاقي فيها بلحة طرية تتعمل عجوة. بس انا ابتديت احس يعني بالبلحة الطرية كده او قشرتها فاصلة وهتبقى سهل عليا في التقشير واشيلها. كميتها قليلة، كميتهم قليلة، بس اهي يعني تدوقنا كده من العجوة من عمايل ايدينا. طبعا ابتديت اغسلهم كويس جدا جدا وانقعهم شوية في خل، وبعد كده ابتديت اقشرهم زي ما انتوا شايفين وافصل الفصايا بتاعتها من اللحم. جبت صينية يعني تكون كبيرة كده وكويسة علشان خاطر لما تفردي فيها العجوة ما تبقاش تحتها طبقة من البلح، يعني عايزة كل بلحة على حدة ما يبقاش كتل بلح على بعض. لمجرد ان هي تتصدر للنار تبقى هي اللي تستوي، مش عايزة مثلا تبقى فوقيها طبقة وتحتها طبقة تاخد وقت كتير في السوا. طبعا دخلتها الفرن بعد 3 ساعات من بعد ما حطيتها، 3 ساعات على نار هادية جدا جدا، اقل درجة حرارة، وفي الرف الوسطاني او الرف اللي فوق خالص عشان ما تتحرقش معاكي، تبقى النار هادية قوي قوي وتطلعيها تبتدي تعجني فيها كده وهي دافية. ويفضل بعد ما تطلع على طول ما تستنيهاش، لاني يعتبر العجوة دي سكريات، وبعد ما بتبتدي النار تهدى عليها كده شوية بتحسيها كتلت ومسكت في نفسها. انا ابتديت البس كده كلافز واعجن فيها كويس جدا جدا علشان خاطر تديني القوام اللي انتي هتشوفيه في الاخر. عندك كيتشن ماشين اكيد مش هينفع خالص خالص في الوصفة دي، لان العجوة حرفيا تقيلة، مش هتقدري تضربيها باي حاجة، ولا حتى مضرب يدوي ولا حتى مضرب كهربائي. مفيش غير ايديكي هي اللي هتحل المشكلة، او المكنة بتاعت البسكوت هتبقى ممتازة جدا فيها. عندك اعملي بيها، مش عندك اعمليها بايديكي، مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود في العجين بتاعها او الهرس بتاعها بطريقة بسيطة زي ما انتي شايفة. طبعا بعد ما حسيت ان هي خلاص كده جابت اخرها واتعجنت كويس قوي قوي وما فيهاش قطع، ابتديت اجيب معلقتين من السمنه واحطها عليها واعجنهم تاني زي ما انتي شايفه. ما اخدتش معايا وقت ولا مجهود ولا تعب نهائي، وكمان طلعت عجوه من عمايل ايدي وكانت تحفه جدا جدا، هوريها لكم في الاخر. عايزه بقى تضيفي عليها شويه سمسم مفيش فيها اي مشكله، عايزه تحطي عليها قرفه، عايزه تحطي مكسرات، جوز الهند، سوداني، عين جمل، اي حاجة عايزة تحطيها اضافة ليها بتديها طعم رائع وبتبقى اضافة عظيمة. طبعا العشاق القرفة ممكن بيحطوا عليها شوية قرفة بتبقى حلوة جدا جدا وريحتها بتبقى حلوة. ده طبعا اخر القوام اللي وصلت ليه بعد عجن كتير بايديا، ولانها طرية ومظبوطة جدا في السوا زي ما انا قلتلك بتاخد 3 ساعات على نار واطية جدا جدا، اقل درجة حرارة عندك في الفرن وفي الرف اللي من فوق. وبتسيبيها تستوي براحتها. بتقلبيها؟ لا، ما بتقلبهاش خالص، انتي بتسيبيها ومن وقت التاني كده بتفتحي عليها الفرن وتبصي عليها. طبعا اللهم بارك، النتيجة زي ما انتي شايفة حاجة كده جامدة جدا. بتشكليها بمنتهى السهولة واخده سواها المظبوط، واحلى كمان من العجوة الجاهزة. عايزه اقولك الملحوظه اللي نسيت اقولها لك في الفيديو، البلح انا حطيته يعني او كيسته من غير ما يتغسل، عشان عارفه ان هو لما هيطلع من الفريزر هيتغسل كويس جدا جدا بميه وخل وهيتساب يفك.
عايزه تغسليه اغسليه، بس تحاولي تنشفيه كويس جدا قبل ما تحطيه في الفريزر عشان ما يعملش معاكي كتل تلج وتتضايقي جدا من حجمه في الفريزر بتاعك. لحد هنا الفيديو بتاعي كان خلص. لو الفيديو بتاعي عجبك ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناه، والسلام عليكم.